السلام عليكم الفنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير. فاليوم غادي نحضر معاكم الرايب اللي ما نقدروش نستغناو عليه في رمضان الكريم. للسحور تيجي رائع وزوين بزاف، وفي وقت وجيز كنوجدوه. فقط كنوجدوه يعني في الصباح وتنسحروا به في الليل. كيجي رائع، وصفه 100% ناجحه وعاقد كيف ما كتشوفوا معايا يا البنات. هانتوما رانا قلبنا الكاس وخليناه مده ما تيصرالي حتى شي حاجه، فصدقوني الوصفة ناجحة 100%. فبقاو معايا في المقادير وطريقة التحضير. فغادي نبداو على بركة الله. عندي هنايا واحد الاناء وغادي نوضع فيه واحد الكاسرونه. عندي هنايا طرو ديال الحليب، نصف لتر ديال الحليب غادي نوضعوه فوق البوطه على نار مهيله. ما نبغيناش باش يفيض لينا، فقط يدفى. يعني ملي كندخل فيه الاصبع ديالي ما كيحرقنيش، كنحس بان الحليب دافي فقط. غادي ناخذ واحد الاناء واحد اخر وغادي نوضع فيه واحد دانون فاني. اللي يستحسن ان تاخذوا دانون اللي تيكون عاقد، يعني قابض راسو بحال هكا، يعني ماشي داك اللي جاري. تنلوحوا داك الماء اللي تيكون فيه من الفوق. وهنايا تنجيب السكر وكنجيب الفاني. انا الفاني هنايا كنديرو كيكون ولا سكر الفاني يعني اختياري، كنديرو باش كيعزز لي داك المذاق ديال الفانيليا. هنايا كنجيب واحد المعلقه كبيره ديال السكر. الا كنتو ما غادي ديروا لا سير ولا حتى شي حاجه، ديروا واحد 3 ديال المعالق ديال السكر. انا هنا غادي يعني من بعد من هذه روب فكندير السيرو، والسيرو ديجا حلو بزاف، داكشي علاش اكتفيت بملعقه واحده من السكر. هنايا غادي ناخذ داك نصف لتر ديال الحليب البارد وغادي نصبوه على هاد المكونات ونبدا كنخلط جيدا حتى يعني كندمج معايا الخليط كامل. عاده كنجيب ديك الكاسرونه اللي كما قلت لكم الحليب راه ما خليتوش كيفيض، يعني غادي نوضع الاصبع ديالي راه ما غاديش يتحرق، فقط كيكون دافي. غادي نبقى كنضيفو وكنتحرك مزيان على هذا الشكل هذا. في هذه الاثناء انا راه عندي الفران سخون، يعني الا كنتو كطيبوا الخبز او الكيكه او شي حاجه فمباشره من بعد ما تخرجوه ساليو منه كتدخلوا ليه الرايب، كتغطيوه مزيان وكتدخلوه للفران. هنايا خديت الكيسان اللي غادي ندير فيهم الرايب. هانتوما يا البنات ما تنعمروش الرايب حتى الفم، خليه واحد الاسبوع. غادي نملأ الكيسان كاملين. غادي نجيب واحد الماء دافئ اللي تيكون سخون، غادي نعمرو على قد في الكاسرونه على حسب النص ديال الكيسان، يعني من يوصل ليا للنص كنحبس. هانتوما البنات هنا غادي نجيب واحد الزيف اولا واحد الزريبيته وغادي نغطي بها هاد الكاسرونه ديالي وندخلها للفران كما قلت لكم. الفران اللي نكونوا طيبنا فيه شي حاجه وطفيناه، يعني ما نكونش مشعول، كيكون فقط طيبنا فيه باش نحتفظوا على ديك الحراره اللي كتكون سخونه. ديجا مع الرايب كيبغي السخونيه، فكنخليوه هكذا حتى واحد 5 سوايع وكنحصلوا على نتيجه رائعه. اون فوا كنحسوا يعني صافي الرايب ديالنا صاير عرب، كندخلوه للثلاجه غير باش كيبرد ونقدموه بالصحه والراحه. وحتى الفيديو مقبل ان شاء الله.